كنتوا فاكرين إنكم غيّرتوه، فاكرين إنكم بكلامكم حبّبتوه في الخير، واكتشفتوا بعد وقت إنكم بس كنتم بتغطّوا النار بسجادة. والله زي ما باقول لكم كده، الطبع عمره ما بيروح، ولو راح بيرجع جري أول ما يختبر. كان في واحدة ست ربِّت تعبان صغير لقيته في الغابة، حطّته في حضنها، أكّلته ودفّته وعلّمته الأمان. كبر التعبان، في يوم من الأيام لدغها، وهي بتموت سألته ليه؟ رد بكل بساطة: أنا تعبان، أنتِ اللي نسيتِ ده. الطبع مش بس سلوك، الطبع جزء من شخصية متجذرة، واللي بيخبيه مؤقتا لحد ما يظهر وقت اللزوم. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. يعني مش كل الناس بتتشكل بسهولة، فيهم الطيب وفيهم اللي مهما حاولت تغيره بيرجع لطبيعته. إياك تتعب نفسك في تغير حد مش عايز يتغير، واوعى تصدق تمثيلية مؤقتة من شخص بيتصنع لأدب أو الطيبة أو الدين. الطبع بيظهر لما يحصل أول اختبار حقيقي. وبالمناسبة، مش كل الطبع سيء، في ناس طبعهم كريم طيب بيحبوا الخير، ودي نعمة كبيرة أوي. لكن الكارثة لما يكون الطبع غل وخيانة وكره وحسد، وده مهما حاولت تطبقه هيغلبك دايما. عشان كده ربنا ما بيحاسبش على الشكل ولا التمثيل، ربنا بيحاسب على النية وعلى الثبات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. يعني حتى التطبع لو مش من جوه مش هيبقى محسوب. اللي اتلدغ من التعبان مرة ما يقربلوش تاني حتى لو لبس له وردة. افهم الشخص من تصرفاته وقت الغضب مش وقت الهدوء، واعرف ان الطبع مش بيبان في الكلام، الطبع بيبان وقت الخلاف، وقت المصلحة، وقت المواقف. قول دايما: اللهم ارزقني من لا يتغير طبعه إذا تغيرت الدنيا. سلام، أشوفكم في اللحظة الجاية.